حاسس نفسك دب وحالتك حالة، ودك تغير نفسك وتصير رشيق إلى متى وأنت في هالشحوم واللحوم وشكلك تقل دحريجة أو بالعربي تنكه؟ إلى متى؟ بودي وخر رجلك على القير ضاع يا ابوي. قمت البس قمت اركب سيارات صغيره. ما شاء الله يا الله. والله اقول شوف وين قبل كنت اركب جمس، الحين ركبت الصندوطه هذه. بس حتى تدري الناس بقين يطنزون يقولون وش السبيل اللي راكب سياره صغيره. هم صادقين بس اسمع بقول شيء. لا يهمونك الناس. انا راكب ديدسن عمره 71 اللي مصنعه مو مات الا فطس الحين فطس وراكب في امريكا. في امريكا ديدسن في امريكا وطاق بنت البكار. لا ايوه تسويها يا الخبل. اسويها دوس يا سلام. أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في الأسبوع 15 الحلقة الأخيرة. واو 100 يوم عدت يا جماعة. ها الحلقة ذي نبي نسميها يا الدب مالك عذر تقول ما عندي نادي، ما أحب النادي، ما أروح نادي. أقول لك الروح يا مخرج. بسم الله كذا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلا اكبر عليك. يس 770 سعره حراريه تحرق البولينج، وواحده من اقوى الرياضات يا جماعه. الطائره معروف انها تحرق سعرات مره كثير. السكواتش يا جماعه يحرق 155 سعره حراريه. واليوم يا الدب ما صار عندك اي عذر تقول والله طفش النادي او ما في مكان تمرن فيه. فتنس تايم مزين لك كلش، حتى السله حطوا لك. اوبلا يس يا حبيبي يس. وحتى الرياضات تحرق سعرات، حتى الدرجة عيال تحرق سعرات حرارية كثيرة. السياكل مرة رهيبة يا جماعة. السياكل ذي هذه كويسة للمناطق اللي أنا الحقيقة متوهق فيها، من ناحية فخوذ، من ناحية المنطقة أوكي. أيها الدب الهندي الجميل كل يوم نص ساعة يتمرن، وأنت متبطح 24 ساعة بالبيت، صح ولا لا؟ أيوة. في نفر سعودي كرشي يجي كبير. أيوة. سمسم أنا ما في دبة يا شيخ. أنا ما في قلم أنت دبة. طيب شكرا يا مدير. شكرا والله اخي جميلين، حتى الهنود حقينهم يسولفون يفتحون النفس. والمسبح يا جماعه مفروض انه يكون في انوار وكذا. بس خافت والمسبح يحرق سعرات مرة كثيرة يا جماعة. وفتنس تايم جايبين الجهاز الجديد ذا اللي كله ما ادري وش هو، بس جايزين لي صراحة اللي يناقز هنا تقلنا فورة شلال. ميزته انه يحرق السعرات ال وين؟ غششني يا اخوي، ارفع صوتك. هنا يحرق المويه اللي هنا ويسبب العرق. مشينا وش ذا الأجهزة الجديدة؟ كل يوم من جهاز جديد. فتنس تايم دراهمهم واجد ذولي. شفت شلون يا الدب؟ اليوم ما عندك أي عذر، جربنا كل شيء عشان ما تقول الرياضة مملة أو زحك. الزبدة هي الدب، الزبدة أيها الدبة. أوكي؟ هذول كلهم بجانب، والجانب الثاني كلهم كوم، والكوم الثاني اللي يقولون أنا ما عندي وقت. ما أنت بحاجة يا أوباما، ترى أوباما عنده وقت. The last lesson paid off pretty well. وتدري مو بأوباما بس، في ناس أشغل من أوباما. خلونا نشوف مشاهير قبلناهم وسألناهم عندكم وقت للرياضة؟ ياضة. بسم الله يعني أكشن. إيه. أنتم المطاوعات. يلا. طيب الشيخ سلمان العودة يعني سمعوا إنه يمشي كثيرا، صحيح؟ أمشي يعني أحيانا 20 إلى 10 كيلو متر يوميا. ما شاء الله. أنت دائم صحي وما شاء الله تهبل. أنت دائم تمشي، في علاقة حب مع المشي؟ أنا يطلقون علي مصطفى قمر، بعض الأوقات رغبة. شوف حبيبي أنا أسوي رياضة مشي. ما شاء الله. أنا مدمن شيء اسمه مشي، واستفيد من المشي الحقيقة صحة نفسية وصحة بدنية. خلال المشي سبح، اقرأ قرآن،
تحدث مع صديقك، ممكن تناقش فكرة كبيرة ومهمة بدل ما أنت جالس على المكتب. صح. تدر على الحديقة وأيضا تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ما شاء الله. وطبعا أنا كنت مسوي عملية في الركبة، تقطع ربطة أمامية. وسوى عملية دكتور سالم القحطاني اللي البروفيسور ده ما ادري وشو. المهم إنه أنا من بعدها يوميا لازم رياضة. وتصاحب حتى الأطفال الصغار. جميل. وتشاهد الجمال، جمال الطبيعة وما خلق الله سبحانه. وممكن ترد على الجوال اتصالات أو رسائل. فالمشي ميزته انه ممكن تقدم عدد من البرامج. لازم رياضه يعني. ما في. طب ما شاء الله مشغولا دائم. شوف عبد العزيز، ترى في ناس نصابين كثير يقول لك ان فلان مشغول وانه ما عنده ولا ربع ساعه في بيته ووقت مع عياله، كلام فاضي هذا. وش اللي مشغول؟ الله اكبر يا وزير الخارجيه الحين اللي مره مقطع. يعني في اوقات تطلع استراحه، تطلع تقعد، تطلع عند البيت فر. انا عندي في الاستراحه يمكن يوميا امشي ساعه ونص انا والمدام، هذا يوميا. كف. والمشي ايضا للصلاه، ممكن تمشي المسجد ابعد وهو افضل، ورايح جاي يعني كل خطوه احداهما تحط خطيئه والاخرى ترفع درجه. جميل. هذا ايضا معتبر. انا سعيد انه في شخصيه قدرت تاثر في شباب كثير وقدروا ينزلوا وزنهم ويتعامل معهم يعني بتصوير فيديو معانا وروحه وجيه. يمكن انتم ما تدروا على الشيء هذا، بس اللي سواه انا اقول له والله برافو عليك. الله يعزك. الله يعزك. وترى فيني بهاق يعني بعض الناس يعقدون الباقر. لا بعد يا زينك يا زين. اسبوعين بروح لبنان يا زينكم. يا زينك يا زين. الله يعزك، ما قصر الغالي. وصلنا معاكم واعتقد ان اهم نقطه في برنامج 100 يوم، واعتقد انكم انتم اكثر متحمسين مني على هذه الفقره الجميله. مبروك، يعني غيرنا البويه، صرنا كاشات، ويعني شغل رهيب. وشكرا عبد العليم بن عبد الحفيظ، واحد يمني شاب رهيب كوني رسم لنا. فالله يعطيك العافيه يا رسام الجميل. طيب الان اعتقد جاء دور الوزن، نشوف كم صار وزني. لازم اصير 100، بس اعتقد مو بلازم تصير 100، يعني حتى ما جبت 100 عادي، اهم شيء تمسح حفظك. يلا خلونا نشوف كم صار وزني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب 109 الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يا ربي لك الحمد. اوكي، اعتقد اني يمكن فشلت بطريقه او اخرى في اني اجيب الجول حقي. لا تيأس ابدا، لا تيأس. ليس النجاح ان تحقق هدفا كاملا يا صديقي، فالنجاح هو ان تسلك طريقا اشاد فيه الناس جميعا انه نجاح. إن كنت أنت ترى الآن أنك فشلت، هل نسيت أنك كنت تبلغ من الوزن 148 وأصبحت الآن كما ترى؟ لا تيأس ولا تستسلم، فإن الحياة لا تتوقف عند شيء كهذا أبدا. قد وجدنا فيك القوة والإرادة. استمر يا صديقي لتستمر الحياة إذا. $355 شخص انحفوا، وعندنا 3770 كيلو نزلوا في خلال هال 14 أسبوع. الفكرة رجيم ودايت. الآن كم وزنك ما شاء الله؟ الآن وزني 148. وناوي إن شاء الله تنزل إلى 80. احفظ الفيديو ذا هم ذكرني إذا نحفظ. هذه خلال 4 شهور. لا الحين مو خلال 4 شهور، يمكن 6 شهور. يعني أبو عزام 5 شهور وأكل كل دايت. إن شاء الله.